الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نعمل انتقالات في الفيديو. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل مؤثرات على الفيديو. الانتقالات بتبقى في البداية والنهاية، اما المؤثرات بتبقى على الفيديو كامل ككل. انا اسلام مندو، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. انا هعلمك المونتاج من الصفر للاحتراف. يلا بينا. بص يا صديقي، اول حاجة هنروح على قائمة افكت اللي انا علمتك تروحها ازاي الفيديو اللي فات. من قائمة افكت هتروح على فيديو افكت. المرة اللي فاتت دخلنا في فيديو ترانزيشن وعرفنا ازاي نضيف انتقالات. في الفيديو ده هنعلمك ازاي تعمل تأثير على الفيديو. مثلا لو نختار مثلا على اي واحد، مثلا بلور اند شارب، ونختار مثلا الافكت ده نضيفه على الفيديو. بص الفيديو اتغير بشكل مختلف كده وغريب قوي. احنا ممكن نغيره ان احنا نروح تك على الفيديو، نروح على قائمة افكت كنترول، وهتلاقي الافكت ظهر معاك هنا بالشكل ده. تقدر تتحكم فيه من هنا، كل حاجة تتحكم فيها من هنا بتاعة الافكت. تمام. هنا ترجعه لوضعه الاصلي. لو عايز تمسحه خالص تك عليه ضغطة، تك على ديليت كده مسح. خلينا نجرب مؤثر تاني ونضيفه بطريقة تانية. ومثلا نجرب على اللايت افكت، ممكن نمسكه كده نشده ونحطه في قائمة الافكت كنترول، وكده اتطبق معانا، وبرضه نقدر نتحكم فيه زي ما احنا عايزين. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، ودي كانت الحلقة 13. اتمنى انك تكون استفدت منها. وانا اسلام مندو بعلمك المونتاج من الصفر للاحتراف. متنساش بس تعملي لايك وسبسكرايب، وبعلمك الحاجات دي كلها وبالتفصيل وخطوة خطوة، عشان المونتاج بعد كده يبقى عليك سهل وبسيط، ويبقى انت معاك فعلا كورس ادوبي بريمير، مش اتعلمت كام حاجة وخلاص. لا، انا بعلمك بطريقة اكاديمية وخفيفة ولذيذة، وفي كل فيديو فيه معلومة. اهم حاجة بس ما تنسناش في اللايك والسبسكرايب، وتتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده والفيديوهات اللي جاية. دلوقتي احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.